السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عمرك سمعت كلمة دولبي أتموس أو دولبي فيجن على التلفزيون أو في مواصفات السماعات والأجهزة؟ يمكن تفتكر إنها مجرد أسماء للتسويق، ولكن الحقيقة إنها تقنيات غيرت تجربة المشاهدة والسمع بشكل كبير. أهلا وسهلا بيكم، أنا عصام محسن في عالم التكنولوجيا، ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. أولا، دولبي أتموس يعني الصوت المحيطي الذكي. تقنية دولبي أتموس ظهرت لأول مرة سنة 2012 في السينما. الفكرة زمان كان الصوت محيطي سراوند، يعني حواليك من الأمام والجنب والخلف، لكن أتموس أضاف حاجة جديدة وبقى الصوت من الأعلى كمان، يعني لو في مشهد طيارة بتطير فوقك فعلا تحس الصوت جاي من فوق، وصوت محيطي ثلاثي الأبعاد. وده مش بس في السينما، بقى موجود في سماعات الهوم ثيتر، سماعات اللابتوب والجوال، حتى السماعات الصغيرة الإيربودز. الهدف صوت غامر يخليك تحس إنك جزء من المشهد. ثانيا، دولبي فيجن يعني الصورة الذكية، ظهرت سنة 2014. التقنية دي مرتبطة بالصورة مش بالصوت. ببساطة هي نسخة متقدمة من ال HDR High Dynamic Range. الميزة ألوان أعمق وأدق، تباين أعلى يعني سواد أغمق وبياض ساطع، تفاصيل أكتر في المشهد المظلم والمضيء. الفرق بينها وبين ال HDR ثابت، بيطبق نفس الإعدادات على الفيلم كله. أما الدولبي فيجن ديناميكي، بيغير الإعدادات مشهد بمشهد أو حتى فريم بفريم. الهدف إنك تشوف الصورة أقرب للواقع اللي تصور بيها. مين صاحب التقنية وحقوق الملكية؟ الشركتين أتموس وفيجن ملك شركة دولبي ليبراتوريز. الشركة تأسست سنة 1965 في أمريكا على يد راي دولبي، وهي المسؤولة عن أغلب التقنيات الصوت اللي بنستخدمها النهاردة. فين بنلاقي دولبي أتموس ودولبي فيجن؟ في السينما الحديثة، في شاشات التلفزيون، وفي الموبايلات زي الآيفون وبعض الأجهزة الأندرويد، حتى كمان في المنصات البث زي نتفليكس، ديزني بلس، وأمازون وبرايم. وفي الختام، يعني لو عايز تعيش تجربة مختلفة في الصوت والصورة، لازم تفكر في الأجهزة اللي بتدعم دولبي أتموس ودولبي فيجن. الصوت يخليك جوه الأحداث، والصورة تخليك تشوف أدق التفاصيل، وبكده تلاقي نفسك مش بس بتتفرج على فيلم، لا انت عايش جواه. ولسه مكملين بسلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات. انتظروني في الحلقات القادمة.